النهارده مش بيتكلم عن الرياضه بشكل كبير، هو بيتكلم عن قصه حب. ايوه يا عم الرومانسي. لا استنى، ما تفهمنيش غلط، دي قصه حب بين الاعداء. تخيل معايا ان احنا معانا رقمين، رقم زي الاثنين مثلا ورقم زي الخمسه، والدنيا قررت تحط بينهم علاقه. احيانا العلاقه دي بتكون علاقه متفتحه كده ومفتوحه، واحيانا بتكون علاقه مقفله كده ومغلقه. لو جيت مثلا وقلت لك الاكس اكبر من 2 واقل من الخمسه، هنا العلاقه بتكون مفتوحه لان مفيش يساوي عند علامه اكبر من او اقل من. يعني الاثنين رافضين يدخلوا العلاقه بس سايبين الدنيا ما بينهم شغال عادي. لكن لو قلت لك الاكس اكبر من او تساوي 2 واقل من او تساوي الخمسه، هنا بقى في يساوي. هنا بقى الطرفين قرروا يدخلوا العلاقه سوا ويخلوها علاقه مغلقه عليهم هما الاثنين، او بمعنى اصح علاقه مقفوله. انا قلت ده ببساطه هو شرح درس الفترات. الفترات يا صديقي هي بتحدد الاشياء من والى، يعني بتحدد لي البدايه وبتحدد لي النهايه. يعني لو جيت في يوم مثلا ودخلت المول، هتلاقي درجه الحراره بتتراوح ما بين 22 و26. اقل من 22 الناس هتسقع، اكتر من 26 الناس هتتخنق. فانت هنا استعملت الفترات. مطعم لما تطلب منه اوردر ويقول لك التوصيل هيكون من خلال 30 ل 45 دقيقه، هو برضه هنا استعمل فترات. لو جيت قلت لك مثلا انا بروح الشغل من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 2 الظهر، فانا برضه هنا بستعمل فترات. بروح الشغل من البدايه وبنتهي من الشغل الساعه 2 اللي هي النهايه، من والى. النهايه الفترات دي بنستعملها عشان نحدد المجال الامن لينا في المعادله. اسيبك بقى تروح تتفرج على الفيديو كامل، ما تنساش تعمل لايك وشير. سلام.